كيفاش سبقت الزواج قبل الخدمه، ولكن كنت باغي نخدم، ولكن في المدينه ديالي ما لقيتش فرصه باش نخدم. وصلت 25 عام وانا مازال كاع ما تزوجت ومازالت الخدمه ما لقيتش شي خدمه رسميه. كنت كنديباني غير هنايا وراكم عارفين خدمه 70 درهم في النهار. 25 عام ربي غير لاقيني بالانسانه اللي غادي نتزوج بها، وما غاديش نديروا العرس حيت الصراحه ما كانش عندي باش ندير العرس. ومن بعد 3 شهور ديال الزواج وانا مزوج وكاع ما خدام، قررت انني نمشي لمدينه تمارا وبقيت كنقلب واخيرا غادي نلقى خدمه ديال عامل النظافه وغادي نكون فرحان بها بزاف. ومن بعد شهرين ديال الخدمه اخيرا غادي نجيب مالين الدار وغادي نكريو غير بيت وغادي نشري بوطه. واحد السيد كان خدام معايا غادي يجيب لي فورنو، والوالده مسكينه غتصيفط لي واحد الزربيه وواحد البونجات، واختي حتى هي اللي تما غتصيفط لي شي لعيبات. المهم غيتعاونوا معايا في الاول. ومن بعد ما سكننا عامين في ذاك البيت اخيرا غادي نتحولوا لكارسونيه شويه غتكون احسن من هذاك البيت مع الجيران. ومن بعد عام ما سكننا في هذيك الكارسونيه، من بعد 9 شهور ان شاء الله غنتسنى واحد البطل اللي غيجي للدنيا اللي هو ولدي ياسين، اللي صراحه كنت فرحان به بزاف ودائما غنكون فرحان به. وبغيت نقول لكم بلي هاد الفتره ديال الزواج اللي دوزت راه فيها بزاف ديال الضغوطات، بزاف ديال المشاكل، ولكن اهم حاجه هي الصبر والتضحيه والتفاهم، واكيد ما غادي يكون غير الخير. وبعض الناس في لي كومونتير غيقول لي محفوظ هذا راه ما بلان ما والو، انت ما خدام ما كتدخل درهم وغيرك شو مولقاس في داركم وشنو خاصك تزوج. الحمد لله انا واخا كنت هنا في اسفي كنت كنحاول نديباني راني راسي ونخدم هنا وهنا، ولكن راه ما كتفوت 70 درهم. الحمد لله فاش تزوجت قلت خاصني نبدل العتبه باش انا نحاول نوصل لشي لعيبات اللي ما نقدرش نوصل لهم، شي حوايج اللي كنحلم بهم ما نقدرش نوصل لهم في المدينه ديالي. والحمد لله انا توكلت على الله وخرجت من المدينه وانا الحمد لله عايشين بداك الشيء اللي قسم الله ومقاتلين مع الزمان، ولكل مجتهد نصيب. ورزق الوالدين والوليدات ومالين الدار راه كيجيبوا الله، حنا كنديروا السبب كنوضوا مع الصباح كنتوكلوا على الله، واكيد ربي راه ما غاديش يخيبك مادام كتجري في واحد الطريق ديال الخير. كون على يقين ربي غادي يسهل عليك غادي يسهل عليك. وشحال من واحد فينا بدا من والو، مادام كتجري في شي حاجه ديال الخير اكيد ربي راه ما غاديش يخيبك. وراه كاينين امثله في الحياه كنشوفهم انهم ناس بداو من والو، راه من والدين الحمد لله بداو من والو، ما عندهمش الفيلات والعمارات والديور والحمد لله داروا المستحيل على قبلنا، واخا ما وفرش لنا كاع داكشي اللي كنا كنتمناو وكنا باغين، ولكن راه داروا جهدهم وكاع داكشي اللي عندهم ساكن راه عطاوه لينا. الله يسمح لنا من الوالدين. واش علاش دائما نقولوا يا ربي تساعدنا واحد النهار نعاونوا والدينا ونرجعوا لهم شويه من داكشي اللي داروا على قبلنا، والله يسمح لنا من الوالدين. وطريق الحلال راه شي حاجه اللي هي مزيانه، اكيد ربي راه كيسهل عليك. كيما انا بزاف ديال الحوايج صراحه كنت انا كنعلم بهم، وكان دائما الناس كيقول لي نهار غادي تزوج نهار غادي عندك وليات ولا بنيه ربي غيجيب لك واحد الرزيه. صراحه هادشي وصلت عليه الحمد لله، وحنا مازال مقاتلين ان شاء الله، وواحد النهار غنوصلوا لداكشي كاع اللي كنتمناو. نصيحه ديال الاخوه الزواج والحلال ما كاينش ما احسن منه، انك تزوج بواحد بنت الناس اللي كتبغيها غتضحي معاك هي وانت غتصبر معاها وهي غتصبر معاك وغتقاتلوا على الزمان، واكيد ربي غادي يسهل عليك حيت انت مشيتي لواحد الطريق ديال الحلال، ما مشيتيش للحرام ولا الفساد ولا شي حاجه ربي ما غيباركش لك فيها. مشيتي للحلال اكيد ربي غيسهل عليك. غير كون نتايا تبع وراجل ونتوكل على الله وتقاتل مع الزمان وكون على يقين واحد النهار ربي غادي يسهل. وانت بالنسبه لك جيمو دي كومونتير اللي كدير بالنسبه لك شي حاجه عاديه، ولكن انا بالنسبه ليا شي حاجه اللي هي كبيره وزوينه وبزاف، وراه بسبب ديك البارطاج ديالكم والحب ديالكم والتشجيع ديالكم صراحه قدرت نوصل شي حوايج زوينين. ما غاديش نقدر نقول لكم شكرا راه ما كافياش والله، ولكن نقول لكم الله يرحم لكم الوالدين. شكرا لاي واحد شجعني. انا واحد الدري باب الله فهمتي درويش مقاتل مع الحياه من والو، والحمد لله الحمد لله ربي كبير. واحد النهار ربي غادي يسهل علينا، ولا نقول لكم باللي انا راه بديت من والو، وان شاء الله غادي نساليوها في شي حاجه اللي هي زوينه وشي حاجه اللي هي كبيره واللي كنتمناها وكنحلم بها. فانتوما الله يسهل عليكم والله يسهل اموركم ان شاء الله. ولا نقول لكم تهلاو لي في ريوسكم وغنسلم عليكم من مدينه اسفي، وانتوما من غتردوا لي السلام وتهلاو لي في ريوسكم. وشكرا وبزاف ديال الحب ليكم، وربي يسهل عليكم وربي يسهل اي واحد اللي دائما كيكتبش كلمه زوينه في حقي. الله يسهل عليكم ونتشافوا في فيديو جديد.